قضيت الشهور اللي فاتت محبوس في البيت وكل الأبواب مقفولة، وده عشان كل مرة بخرج فيها وأعدي جنب مطعم أحس بتوتر وخوف، لأن المشهد ده بيفكرني بأبشع ليلة في حياتي. كل حاجة بدأت في يوم شغل عادي وأنا واقف على الكاشير في شغلي في المطعم. كنت باخد الطلبات من الزباين، بس اليوم ده لفت نظري واحدة ست عجوزة بشرتها مترهلة وشعرها لونه أحمر فاتح وعاملاه ضفاير ولابسة فستان أزرق مخطط. استغربت من شكلها اللي مش ماشي مع سنها، بس حاولت ما بينش كده وسألتها تطلبي ايه. لقيتها بترد عليا وبتقول انت مثالي، انت بالظبط اللي انا محتاجاه. قلت لها اسف مش فاهم. ردت وقالت انت شبهه قوي. قلت لها هو مين؟ ردت وقالت الراجل صاحب محلات كنتاكي. ردت وقلت لها شكرا وسألتها تطلب ايه. بصت لي وبعدها جريت وخرجت من المحل بسرعة على الرغم من سنها. وعدى الموقف ومفكرتش كتير عشان الدنيا كانت زحمة. وبعد كام ساعة لقيتها داخلة عليا المطعم وفي ايديها بدلة بيضة شبه بدلة كنتاكي، ودخلت عليا بسرعة وقالت البسها دي مثالية. قالت كده وهي بتزقني. قلت لها ايه دي مالك، وهي فضلت مصرة اني البسها. وجي بعدها المدير وحكيت له اللي حصل. بعدها المدير زعق لها وطلب منها تمشي، بس هي أصرت وقالت مش همشي غير وهو معايا. وطلبنا الشرطة وأخدوها بصعوبة، وكانت بتصرخ وهي بتقول مش هسيبك. وبعد يومين الشيفت بتاعي كان بالليل، ومش عارف ليه قلبي كان مقبوض، وما كانش فيه غير عربية واحدة بس في الباركنج، وهي عربية مديري. نزلت من العربية ودخلت المطعم ولقيت الدنيا ضلمة. ناديت على مديري بس ما ردش، بس أنا كنت متأكد إن هو موجود. حاولت أتجاهل الخوف اللي عندي وفتحت باب المطبخ، بس ساعتها شفت أبشع حاجة. لقيت مديري مربوط في كرسي وعلى بقه لزق ووشه مرسوم عليه شكل مهرج. ولقيت بعدها الست العجوزة طالعة من الضلمة وراه، وكانت ماسكة في إيديها سكينة طويلة. بصت لي وقالت كنتاكي انت هنا؟ قلبي كان هيقف من الخوف. فكرت أهرب، بس افتكرت سرعتها وهي بتطلع من المطعم. سألتها عايزة ايه؟ قالت لي عايزاك انت واحد من اللي ناقصني. وبعدها مشيت ناحيتي بخطوات بطيئة، ومع كل خطوة بتقرب أكتر بخاف أكتر، وما كنتش فاهم هي بتتكلم عن ايه. ساعتها لفيت وطلعت أجري، وقبل ما أوصل للباب رمت السكينة اللي كانت في إيديها وخبطت في دراعي. وفضلت أصرخ وأنا واقف مكاني. لفيت ولقيتها بتقرب ليا وبتقول لو مسكتك هكون قربت أكون المجموعة. وأول ما جت ناحيتي ضربتها جامد، وقعت على الأرض والدم نزل من راسها. ورحت وفكيت مديري واتصلت بالشرطة، وشافوا كل اللي حصل في الكاميرات. وكنت فاكر إن دي أكتر حاجة هتكون مرعبة، بس المفاجأة كانت إن الشرطة أما فتشت بيتها لقوا جثث أكتر، وكلهم كانت ملابسهم لبس شخصيات المطاعم السريعة. أنا عارف إنها ماتت، بس كل ليلة بيجيلي كوابيس إنها بترجع للحياة تاني، والمرة دي مش بقدر أهرب منها.